وأفادت شركة أمري للشحن البحري بتعرض سفينة تمتلكها إسرائيل وترفع علم ليبيريا لاستهداف جنوبي ينبع في البحر الأحمر. وأضافت الشركة أن السفينة المستهدفة متوافقة مع الأهداف التي يهاجمها الحوثيون وفق قولها. وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع استهداف سفينة نفط إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارلت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.